واللي بيكون عايش في صندوق شبه علبة التونة بس على كبير شوية. والراجل بيكون مروق على حاله وعنده هناك DVD بيفضل يشغل عليه شرايط فيديو، وبيكون عنده دولاب من نوع خاص واللي بيخزن فيه كل الحاجات اللي بيلاقيها وبيحسها مهمة. ولما بيشوف الفيلم اللي مشغله بيحس بالجفاف العاطفي. والإنسان الآلي ايه غير شات أسلاك ومشاعر؟ يعني ده المكان اللي هو شغال فيه مكان صحراوي، فما اظنش ان في جفاف اكتر من كده. وبيقول في سره هل في أسوأ من الحال اللي انا فيه ده؟ فبيجي له انذار ان في عاصفة ترابية بتقرب منه، فبيقول لجهاز الانذار يعني تقصد اجازة، وبيقفل الباب على نفسه وبيديها نوم للصبح. بس لما بيصحى تاني يوم بيلاقي نفسه مشوش كده ومش مظبوط، وده لانه بيشتغل بالطاقة الشمسية. فبياخد صديقه العزيز استاذ صرصور وبيطلع يتشمس شوية، وبعد ما بيفوق كده ويصحصح بيقوم يشوف شغله، وبيكون معاه الصندوق بتاعه اللي بيلم فيه الحاجات المهمة، وبيبدأ يعمل قوالب من النفايات. وفي وسط الركام بيلاقي قدامه خاتم ألماظ، فبينبهر جدا. بس مش من الخاتم، لا، الآلي صاحب الذوق الراقي ده بيشيل الخاتم من العلبة وبيرميه علشان ياخد العلبة التحفة